تعالى تسلم معايا يا صديقي بعد اذنك بالفيديو ده. مصر ليست قضيتي، وانا مش وطني، ولا عندي اي انتماء لمصر. يا عم وماله بالناقص، بس نفهم ليه، يعني نسمع وجهة نظر. ولا بقدس ارضها او حدودها اللي رسمها المستعمر والمحتل. بتقدس الحدود اللي رسمها المحتل المستعمر، بس انا عندي هنا سؤال، هو انت مشكلتك معاها ان هي حدود في الاساس، ولا مشكلتك معاها ان اللي رسمها هو المحتل المستعمر؟ يعني السؤال، لو كان المصريين هم اللي رسموا الحدود دي مش المحتل المستعمر، كان هيبقى عندك معاها مشكلة، ولا كنت هتقدسها عادي، ولا انت عندك رأي تاني احنا لسه ما نعرفوش وهيظهر قدام؟ انتمائي الوحيد للاسلام، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. طبعا الولاء لله وللرسول وللاسلام، بس الرسول نفسه وهو مهاجر من وطنه اللي هي مكة الى المدينة بكى وعيط وقال والله انك لاحب بلاد الله الى الله، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. انت هنا بتتكلم عن مكة اللي هو خارج منها معذب ومحارب من اهلها لمدة سنين طويلة، يعني ما هواش يعني بيبكي على المجد الضائع ولا بيبكي على الفلوس اللي سايبها ولا على حب الناس، لكن بيبكي لانها وطنه. والاسلام نفسه فيه فرض عين، يعني مش فرض كفاية اذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض الاخر، لا ده فرض عين على جميع المسلمين اسمه جهاد الدفع. جهاد الدفع ده ان الدولة اللي انت قاعد فيها لما يجي لك عدو من بره تحاربه فرض عين على كل واحد، مفيش حاجة اسمها لا في جيش هيحارب فانا مش هحارب، لا كله يطلع يحارب. لو بنفس المبدأ بتاعك فالوطنية دي حاجة مش مهمة، والدولة دي حاجة مش مهمة، والحدود دي حاجة مش مهمة، فيلا نشوف لنا حتة ارض ثانيه نروح نعيش فيها ونسيب الدولة دي للعدو وخلاص طالما طمعان فيه. حدود مصر وكل الدول العربية قبل 100 سنة كانت مختلفة عن الحدود والخريطة اللي انت شايفها النهاردة، وكنا أمة واحدة ودولة واحدة. من 100 سنة دي قصدك بقى على الدولة العثمانية مش كده؟ وبعدين ثواني، أمة واحدة إيه ودولة واحدة إيه اللي إحنا كنا عليهم؟ لا مؤاخذة يعني، أنت بتكلمني هنا عن الدولة الإسلامية اللي قامت بموت الرسول، دولة الخلافة الراشدة، مين اللي حاربها لحد ما أسقطها؟ الدولة الأموية اللي الإسلام وصل فيها لأقصى اتساع ولأقصى دولة. طب هي حلوة ولا وحشة؟ ومين أساسا اللي أسقطها؟ الدولة العباسية اللي الإسلام وصل فيها لأعلى مراحل الازدهار العلمي والتقدم والحاجات اللي زي دي. طب هي كده حلوة ولا وحشة؟ ده هي اللي أسقطت الدولة الأموية اللي كانت أقصى اتساع، في نفس الوقت كانت عصر الازدهار العلمي. وقيس على كده بقى الدولة العباسية حاربت دولة السلاجقة الإسلامية وأسقطتها، وحاربت الدولة الفاطمية الإسلامية، لكن اللي أسقط الدولة الفاطمية الإسلامية كانت الدولة الأيوبية الإسلامية بقيادة صلاح الدين الأيوبي. أما اللي أسقط الدولة الأيوبية بتاعت صلاح الدين الأيوبي كانت دولة المماليك الإسلامية اللي حاربت التتار وهزمتهم وعملت فيهم وسوت. أما اللي أسقط دولة المماليك كانت الدولة العثمانية اللي أنت بتتكلم عنها بتاعت ال100 سنة دي، اللي لو أنت قرأت لأي حد من المؤرخين عن فترة دخول العثمانيين لمصر هيقول لك إن يوم دخول العثمانيين لمصر قتلوا أكتر من 10,000 مصري. مختلف الديانات، الهجمة اللي كانت بقيادة سليم الأول اللي وصفها المؤرخين بأن هي كانت زي دخول التتار على بغداد، بس أنت هتشوف 50,000 كتاب بيهول لك من دخول التتار على بغداد، ومش هتشوف ولا كتاب بيهول لك من دخول سليم الأول على القاهرة. ليه؟ لأن ده محسوب على الدولة العثمانية الإسلامية اللي أنت بتحاول تقنع الناس إن هي حاجة جميلة وقشطة. ولا ده وهو راجع من القاهرة سرق الرخام اللي كان في قصورها علشان ياخدوا معاه الدولة العثمانية بتاعته. خلي بالك في النص كده كان في شوية دول تانيين زي دولة المرابطين والدولة الصفوية والدولة الإخشيدية، شوية دول كده برضو كلهم قعدوا يدبوا في بعض يعني، فما تقوليش والنبي كنا دولة واحدة دي عشان بس يعني يبقى جزع. ولكن المستعمر والمحتل قسمونا لدويلات صغيرة علشان يضعفوا دولتنا الإسلامية الكبيرة. قسمونا لدويلات صغيرة من 100 سنة. انت هنا بتتكلم عن اتفاقية سايكس بيكو اللي كانت منوطة بمنطقة الشام والجزيرة. مصر ما كانتش من ضمن اتفاقية سايكس بيكو اللي انت بتحاول انك تدخلها في النص دي. مصر بالفعل 96% من شعبها عايشين على ضفاف النيل، يعني حرفيا مصر حدودها ما اتغيرتش من قديم الازل، من ايام قدماء المصريين اللي عاشوا على ضفاف النيل واللي وصلوا لحد البحر الاحمر شرقا، واللي وصلوا برضه لحد حدود ليبيا غربا، وجنوبا لحد بلاد النوبة. يا حبيب قلبي اثارنا محددة دولتنا من زمان، لكن تركيزنا زي ما هو من يوم ما الدولة المصرية انشأت ومن قبلها. بعدين ثواني، انا عندي هنا سؤال، ايه حوار دولتنا الكبيرة اللي قسموها اللي انت بتقولها دي؟ اصل التقسيم ده ما بيحصلش غير مع حاجة ليها حدود. يعني انت دلوقتي عندك ولاء اهو لدولة ليها حدود ورافض تقسيمها وزعلان ومتضايق، بس هي الفكرة كلها ان الدولة دي تكون دولة قائمة على اساس ديني مش على اساس وطني ومواطنة. طب قول لي كده حدود اي دولة من الدول اللي انت بتتكلم عنها وبتتغنى بمجدها كده من الدول الاسلامية اللي انا ذكرتها لك دي، قول لي حدود واحدة منهم مش هتعرف. عارف ليه؟ انها في الاساس كانت دول توسعية لا تعترف بالحدود، كل ما توصل مكان بتدور على المكان اللي بعده علشان تاخده. ده هنا مش مشكلتك انه كان بيقسم لك حدود دولة انت اصلا مش معترف بيها وعايزها تزيد، انت مشكلتك ان هو وقفك عن انك تاخد حدود غيرك. وخلي بالك بنفس المنطق بتاعك اللي ما بيعترفش بحدود او بارض الوطن اللي قسمها المستعمر، ارض فلسطين نفسها اللي قسمها برضه كان المستعمر. الحالة دي ما تقوليش على الفلسطيني اللي بيموت وهو متمسك بارضه ان هو شهيد، خلاص اهل فلسطين يسيبوها ويدخلوا لاي دولة ثانيه من الدول الاسلامية اللي حواليهم وبارك الله فيما رزق، يعني خلاص ما الحدود مالهاش لازمة بقى والدولة مالهاش لازمة بقى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في الحياة، وهاجر من مكة للمدينة لما اتظلم في مكة اللي اتولد وعاش فيها، وحتى بعد فتح مكة وسيطرة المسلمين عليها رجع الرسول مرة تانية للمدينة. يا ولا يا سيدي ماشي، الرسول هو قدوتنا في الحياة، بس وهو مهاجر لمكة كان بيبكيها ورافض ان هو يسيبها، وبعد كده في المدينة أسس دولته بالفعل ومنها انطلق بالجيش. رجوعه للمدينة كان لهدف سياسي وهو الحفاظ على قلب الدولة اللي لسه بتنشأ. طبعا ده مثال ملوش اي علاقة اصلا بالكلام، لان مفيش حاجة اسمها هو الرسول قدوتنا والرسول هاجر من مكة يبقى يلا كلنا نهاجر وما نعترفش بالحدود، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. الرسول كان بيحب لحمة الكتف، انا ما بحبهاش عادي، لكنك ضربت المثال ده علشان تحاول
تمنح كلامك سلطه دينيه تقول ان انت بتعمل الكلام ده وبتقوله اقتداء بالرسول، انت بترفض الوطنيه اقتداء بالرسول، يعني امر ديني علشان تحط للمشاهد البسيط اللي بيتفرج عليك الدين في كفه والوطن والوطنيه في الكفه الثانيه، تعمل بينهم مقارنه انت عارف مسبقا ان الناس البسيطه هتختار فيها كفه الدين علشان خايفه تكون كافره، لانك اقنعتهم ان الوطنيه والدين الاثنين ضد بعض، لازم تختار منهم واحده، ولو اخترت الوطن تبقى كفرت بالدين، ولو اخترت الدين يبقى لازم تكفر بالوطنيه، وهنا تقع الدوله. اختفي مبدا المواطنه من الاساس، وانت عارف ان انا لو قررت العب لك على الحته دي فانا هسالك شويه اسئله توجعك. ابسط سؤال هيكون وضع دخول الجيش ايه والتهرب من الخدمه العسكريه، اصلا هنا بخدم دوله اللي وضع حدودها هو المحتل المستعمر الوحش، وكمان ما هياش دوله اسلاميه توسعيه. هل في الحاله دي لما في اي مكان في العالم تقوم دوله اسلاميه لها امير يكفر بالحدود التي وضعها المستعمر ويقول انا هطبق الشريعه وعندي اهل حل وعقد وانا بقوم دوله خلافه اسلاميه والكلام ده، حتى لو كان فيها بعض العنف ان هم يعني ممكن يقتلوا الشيعه معاهم في نفس البلد والمسيحيين وناس ثانيين مسلمين زيهم سنه برضه، لكن الفكره ان هم بيحولوا دون قيام هذه الدوله الاسلاميه، فبالتالي حفاظا على اتفاق كلمه المسلمين وحفاظا على قلب دوله الاسلام الوليده ممكن يعني نقتل منهم شويه زي ما كانت الدوله الاسلاميه اللي انت بتتغنى بيها زي الامويه والعباسيه والعثمانيه وغيرهم ما بيعملوا في بعض. في الحاله دي الدوله الجديده اللي بتقول على نفسها دوله خلافه توسعيه دي لو قررت ان هي تحارب مصر علشان تضمها هي كمان لاراضيها وتقيم فيها الشريعه والكلام ده، المفروض الواحد ساعتها يقف في صف مين؟ في صف مصر اللي رسم حدودها المحتل المستعمر، ولا في صف الدوله التوسعيه اللي ملهاش حدود وعايزه تسيطر على اللي حواليها؟ الدوله الوحيده او الناس الوحيده اللي عملوا الكلام ده في العصر الحديث هم داعش. وهنا خليني اسالك سؤال مهم جدا، ايه ممكن تكون مشكلتك مع داعش طالما انت متبني هذا الفكر الكافر بالبلد والوطن والوطنيه والحدود والساعه الى اقامه دوله امبرياليه توسعيه لكن تحت ستار ديني زي داعش كده؟ اتمنى ان الفيديو ده يكون وصل لك، واتمنى انك ترد على السؤال الاخير ده تحديدا وتعرفنا انت عايش في انهي دوله من الدول الكافره اللي لها حدود رسمها المستعمر، اللي هي اصلا نفسها ممكن تكون دوله من الدول الاستعماريه زمان بس انت عايش فيها ما اعرفش ليه، علشان يعني ايه بناء على اجابتك فيما يتعلق بموضوع داعش ممكن يكون لنا تواصل مع القيادات هناك وكده علشان يشوفهم مستضيفين مين على اراضيهم وكده يعني. ان مفيش حاجه اسمها الانتماء للوطن او للحدود اللي رسمها المستعمر. بعدين والله انا عندي سؤال، هو انت ليه بتتكلم كده؟ يعني مين اللي اقنعك انك لما تتكلم كده هتضفي على كلامك مصداقيه دينيه تخلي الناس الغلابه تصدقك؟